السلام عليكم، عاملين ايه؟ السينما اتعملت عشان ترفع عننا وتخفف الحمل من علينا، حاجه تخلينا نضحك او ننسى همومنا ونستمتع. بس بعد كده السينما بدات انها تجرب تترجم الوجع او الخساره او الوحده اللي بنمر بيها. وفي الحقيقه ان اعظم الافلام اللي اتعملت ما كانتش عن الهروب من الواقع، بالعكس دي كانت عن الواقع نفسه وعن اكتر شيء بنحس بيه ومش بنعرف نعبر عنه، والشيء ده طبعا هو الحزن. الحزن في السينما مش دايما بيظهر في صوره مشاهد عياط او نهايه ماساويه، ساعات بيكون اهدى من كده، بتبقى نظره في عين شخص محطم او حوار بسيط وراه معاني كتير او مشهد عادي قدر ينقل كل المشاعر اللي جواك. في الاغلب الافلام دي هي اللي بتفضل في ذاكرتنا بعد ما الفيلم بيخلص، لانها مش بتقدم لك قصه وخلاص، هي بتقدم لك حاجه اعمق، حاجه خلتك تحس انك لقيت نفسك جوه الفيلم. فيلم ديتاشمنت من الافلام اللي هتديك الاحساس ده. فيلم بيحكي عن الحزن العميق اللي جوه البني ادم، فيلم هتلاقيه بيتكلم عن احساس شخص في عالم هو حاسس انه مفصول عنه، كأن في حاجز بينه وبين الناس اللي حواليه. فتعالوا في فيديو النهارده نتكلم عن الفيلم ده وليه ممكن يكون احسن فيلم ممكن تشوفه، وازاي بيعبر عن اللي جوانا ويوريك الناس من كذا جانب، ويوريك اختلاف طريقه التفكير من شخص للتاني وتفكير جيل عن جيل. الفيلم مش بيتكلم عن مدرس في مدرسه وشويه طلاب سلوكهم وحش، لا ده في معاني كتير قوي اعمق من كده. هنشرح ليه الفيلم ده ممكن يسيب اثر عميق جواك وليه هتفضل متعلق بيه. بس قبل ما نبدا ما تنسوش تعملوا لايك للفيديو وسبسكرايب للقناه، ويلا بينا نبدا. خلونا في الأول نقول قصة الفيلم بشكل سريع. الفيلم من بطولة أدريان برودي وإخراج توني كاي، نفس مخرج فيلم أمريكان هيستوري إكس، وبيشارك فيه ممثلين زي براين كرانستون وجيمس كان. الفيلم بيحكي عن هنري بارس، مدرس بديل بيتنقل من مدرسة للتانية ومش بيقعد في أي مدرسة لوقت طويل. هنري من اللحظة الأولى هيبان شخص هادي ومنطوي، ومن الواضح إنه شايل ذكريات صعبة، وده اللي بنكتشفه مع الأحداث. هنري بيحاول إنه يهرب من أي ارتباط شخصي مع الناس، يعني نقدر نقول إن هنري شخص بيخاف إنه يتعلق بحد. لما بيتعين هنري لفترة قصيرة في مدرسة حكومية مليانة مشاكل، بيلاقي نفسه وسط طلبة تايهين، مدرسين كارهين للشغلانة ونظام تعليمي فاشل. هنري بيحاول انه يمد ايده عشان يساعد الطلبه دول بيكونوا شخص مر بنفس المرحله اللي هم فيها، الا انه بيكتشف ان الوضع اصعب مما هو يتخيل. وفي نفس الوقت بيتعرف على بنت مشرده قابلها صدفه في اتوبيس، هربانه من بيتها وعايشه في الشارع وبتضطر تبيع نفسها عشان شويه فلوس. هنري بياخدها فتره عنده وياخد باله منها ويديها احساس الامان، وده يمكن بيكشف الانسانيه اللي جوه هنري، وده برضه بيعكس منظره اللي دايما بارد ومش مهتم باي حاجه. الفيلم ماشي بقصه تقليديه خالص، قصه لا ليها بدايه واضحه ولا نهايه واضحه، لكنه عباره عن اجزاء ومشاهد متفرقه بتورينا شخصيات مكسوره وتايهه، وكل مشهد في الفيلم بيزود احساس الفراغ والغربه اللي هم عايشين فيها. فتعالوا نتكلم عن الفيلم ده بتفاصيل اوسع شويه. اول ما بتفتح الفيلم بتلاقي حاجه مختلفه شويه، هتلاقي هنري قاعد بيتكلم معاك، وايوه هو فعلا قاعد بيتكلم معاك. توني كي المخرج قرر انه يكسر حاجز الجدار الرابع ويخلي هنري يتكلم معاك. وكسر الجدار الرابع هو انه يخلي الشخصيه الاساسيه في بعض اللقطات تتكلم مع الجمهور، او يبقى في راوي للقصه بيشرح الاحداث للجمهور. ودي اتعملت في افلام كتير منها ديدبول او فايت كلاب او ذا وولف وول ستريت او ايميلي. كمان قرر توني كي انه ما يخليش بس هنري هو اللي يطلع يتكلم. يعني مثلا في اول فيلم بنشوف مدرسين بيظهروا، دول مش شخصيات في الفيلم لكنهم ناس من ارض الواقع. الناس اللي ظهروا دول مدرسين بيحكوا عن مأساتهم مع التعليم، وبيعترفوا بكلام صريح ان هما مبقوش قادرين يساعدوا حد، ويشوفوا الطلاب دول بيغرقوا بس مش عارفين ينقذوهم، وده شيء يحسسهم بالهزيمه، ان شخص بيواجه اجيال زيهم يكون من غير قيمه ومن غير تاثير حقيقي. وده بيبان في تعبير وشهم اللي هيبان عليها الفشل، وهيكونوا وصلوا لقمه الاحتراق النفسي بعد سنين كتير. والواقعيه في كسر الجدار هنا ان لما المدرس بيكلمك ده بينقل لك التجربه من قلب الحدث، دي ناس حقيقيه عايشين حواليك واكيد شفتهم في مدرستك قبل كده او دلوقتي. ويمكن العبقريه هنا المدرسين دول بيوروك نهايه هنري لو قرر انه يشتغل مدرس لفتره طويله، وما برضه بيوروك ان الانفصال اللي اختاره هنري ممكن يكون المخرج الوحيد ليه من الوجع ده. المشاهد دي بالرغم ان المعظم هيفتكرها ملهاش لازمه، الا انها بتهيأ لك اللي جاي من الفيلم، بتهيأ لك البيئه اللي هنري داخل عليها. المدرسين دول كلهم تحس ان هم بقوا مجانين خلاص يعني. They're vicious kids. They're the dregs, Lupe. They spat on my soul. This humiliation must stop. Discipline must be restored. It's fucking madness! Like every child has value, is a winner and worthy of a private education. Fucking kids who have no desires, no fire, no minds to feed. ويمكن كسر الجدار الرابع قربنا من الفيلم ومن هنري نفسه بشكل اكبر، وقاعد بيحكي عن مشاعره وافكاره بس بصوت عالي، واحنا بنشاركه ده عشان نعيش معاه مأساته. برضه الحركه دي كسرت توقعات المشاهد، لان الافلام المدرسيه معظمها بتبدا بلقطه للمدرسه او لمدرس او الطلاب، لكن ده بادئ من المأساة والحكايه على طول. والحركه دي برضه خلت المخرج يقول لنا ان ده مش فيلم درامي عادي، دي شهاده عالم محطم ومكسور. خلونا بقى دلوقتي نتكلم عن هنري بارس، شخصية الفيلم الأساسية. هنري يعتبر مش شخصية، هو الفيلم كله. الفيلم بشكل كبير قايم على حزن هنري، وهو ليه أصلا حزين؟ ليه هو يبان هادي وبارد رغم إن جواه كتير؟ من أحداث الفيلم بنعرف إن طفولته كانت صعبة، أمه انتحرت وهو صغير وأبوه ما يعرفش عنه حاجة، ده خلق جواه إحساس بالذنب ما عرفش يتخلص منه، إحساس إن هل هو سبب انتحار أمه أو لأ. وحتى لما بيكبر مش بيسلم من الأذى ده بيكبر جواه بسبب هلاوس جده وإنه يقعد يتكلم عن أمه كتير، والإحساس ده كبر جوه هنري وخلاص هو دايما بقى يحس إن هو على صدره في حاجة تقيلة. الحزن والضيق بقوا دايما
جزء في شخصيته، ومن هنا بيقرر هنري انه يستسلم لحزنه ويتقبل انه يحاول ينفصل كليا عن العالم، يحاول انه يقفل على نفسه كويس ويبعد عن العلاقات وعن الناس عامه. وزي ما قلنا في الاول، اختياره لشغلانه المدرس المؤقت مش صدفه، يمكن هاري مش بيحب التعليم اصلا، هو في الاساس بيدور على حياه هاديه، حياه ما فيهاش ارتباطات او تعلق باشخاص، وبيروح يقعد في المدرسه شهر او اتنين ويمشي. وهنا كل اللي عايزه هنري انه يأثر في حياه الناس بشكل بسيط بس من غير ما يتعلق بيهم او يربط نفسه بيهم، وده بيبان على مدار الفيلم سواء مع طلابه في الفصل او مع إريكا البنت المشردة اللي هو قرر انه يتبناها. حزن هنري الداخلي خلى في شخصيته ميزة وعيب في نفس الوقت. الميزة ان حزنه ما حولوش لشخص قاسي، بالعكس ده خلاه شخص قادر يتعاطف ويفهم اللي حواليه، بيشوف نفسه في الطلبة اللي ضايعين ولسه تفكيرهم محدود، ويبقى عارف وفاهم اللي هما بيمروا بيه، وعشان كده بيبدأ يساعدهم. نفس الكلام على إريكا، هو حاول يساعدها ويديها فرصة لانه فاهم احساسها، مر بنفس تجربتها في انها ما لقتش اهل يهتموا بيها وبقت مشردة، فعشان كده بدأ انه يهتم بيها ويحميها. اما العيب في شخصية هنري هو انه ما عرفش ينقذ نفسه من الاثر الماضي، من الاخر يعني، وبيحاول ينقذ الناس ويساعدهم، لكن اكتر واحد فعلا محتاج المساعده هو هنري. وفي مشهد من احلى مشاهد الفيلم، في طالب بيبان عليه الغضب وبيرمي شنطه هنري على الارض، وده كان نوع من الاستفزاز ليه. واضح ان الطالب ده متعود يعمل كده مع اي مدرس جديد عشان يبان قوي ويبرز شخصيته، الا ان رد فعل هنري بتكون هاديه، مش بيزعق مش بيتخانق مش بيعمل اي حاجه، بس بيقول جمله تعتبر بتلخص نظره هنري عن الحياه: الشنطه دي ما فيهاش مشاعر ولا حتى انا. الجمله دي اكبر من كونها خلت الطالب مستغرب من ردة فعله، دي بتعكس حاجه في شخصيه هنري انه متعود على فقدان الاحساس، كأن مشاعره كلها ماتت مع ماضيه. الجمله دي بتكون اعتراف من هنري بالضعف، الا ان اللحظه دي برضه بتوضح حاجه عن هنري، وهو انه مش مدرس زي باقي المدرسين، مش بيدور على سلطه او سيطره على الطلبه دول، وعايز يفهمهم ان سلوك العنف والعدائيه ده ملوش فايده ولا اي اهميه. مشهد في الاول بيفتح لنا الطريق عشان نفهم شخصيه هنري اكتر. ممثل شخصيه هنري ادريان برودي ما اعتمدش زي ما قلنا انه يزعق كتير او انه يأفور في المشاهد عشان تتعاطف معاه، هو بس مجرد ما تبص في وشه وانت خلاص يعني انت جالك اكتئاب. اعتمد انه يبين عيونه او طريقه كلامه بشخصيه شخص فعلا محطم، تحس كانه شايل هم الدنيا على كتفه وبيحاول يفضل هادي. ساعات ما بيكونش محتاج يتكلم عشان يقلك الكلام اللي جواه، هو الكاميرا بس تيجي على وشه وانت خلاص فهمت هو بيمر بايه. ملامحه كلها ندم او حزن او تعب اللي بقت جزء من شخصيته اصلا. واللي ميز الاداء اكتر اننا شفنا هنري ما كان شخصيه سلبيه بشكل كبير، مش طول الوقت عايش في لحظات مأساويه، لا في لحظات دفى وتعاطف ونصيحه. محطم لكن بيحاول انه يساعد وانه يبقى عطوف، وده بيحصل من غير ما يحطه في خانه البطل الخارق المثالي، لا هو غرقان بس على الاقل بيحاول يخلي ناس تانيين ما يغرقوش زيه. هنري بارس من اكتر الشخصيات الكئيبه اللي ممكن تشوفها، بس بنسبه كبيره هتلاقي نفسك فيك حاجه بتلمسه او بتفهمه، ده لان زي ما قلنا الفيلم بينقل تجربه من ارض الواقع مش قصه متالفه، واحنا عارفين ان الواقع اكتر اسوأ من 100 قصه خياليه. جو الفيلم من اللحظة الأولى هيوضح لك مدى كآبة الفيلم، بس وسط الكآبة دي في أحداث عمالة بتدور وسط مكان مليان فوضى، والفوضى هنا أكتر من كونها عنصر بصري مثلا، دي هي روح الفيلم كله. المدرسة بتبان من أول مشهد كأنها ساعة حرب، مكان مليان توتر وعيال عمالة تشتم المدرسين وتتخانق مع بعض، مفيش أي احترام، الأجواء كلها فوضى وبس. حتى المدرسين يأسوا من المدرسة أو الشغلانة نفسها، وبيتعاملوا مع التدريس كأنه عبء مش رسالة عايزين يوصلوها. لو ركزت مثلا هتلاقي إن ده الواقع الحالي، كتير قوي من المدارس الحكومية أو في أحياء بسيطة بتكون بالمنظر ده، طلاب جايين يطلعوا غضبهم في المدرسه، ولي امر مش مهتم بابنه وشايف ان المدرسين هم اللي غلطانين، مدرسين كارهين للشغلانه وكرهوا حياتهم اساسا، ودي دايره عماله بتلف على الحال ده. لكن المخرج هنا قرر انه يستخدم التفاصيل دي كرموز للفوضى. المدرسه هي المفروض تكون بدايه حلم منظم، بتتحول لرمز لعجز المجتمع انه يحمي جيل كامل، بس في نفس الوقت الجيل ده رافض يسمع لاي حد، غير مبالي وشايل جواه طاقه غضب كبيره، فبيقرر انه يستمتع بالفوضى دي وهو فاكر ان هي دي الحريه. اما المدرسين فهم رمز الجيل القديم، تعب واستسلم ووقف عاجز قدام التغيير. حتى تصوير الفيلم وضح ده، خلى الكاميرا عماله بتتحرك وتجيب كادرات مليانه عشوائيه وفوضى كتير، وده اللي هنا بيعبر عن حاله عدم الاستقرار اللي في المكان ده. بس خلينا نقول هنا هي الفوضى دي بدات ازاي. اساس الفوضى دي هو البيت والاسره. الاهالي اللي في الفيلم بتشوفهم يا مشغولين عن اولادهم يا مش موجودين اصلا، او شايفين ان اولادهم استحاله يغلطوا وبيرموا الغلط على المدرسين، وده اللي خلى معظم الطلبه ما عندهمش اللي يسمع لهم او يهتم بيهم او يعلمهم، وده طبعا بيخلق سلوك عدائي جواهم، ومش عشان هم اشرار بالفطره، بل عشان هم كبروا في بيئه ما فيهاش اي احترام ومفيش حد قال لهم ايه الصح وايه الغلط. والمدرسين هم ضحايا نفس المنظومه، مش قادرين يسيطروا او يحققوا اي تغيير في البيئه دي، مفيش اي دعم من الاهالي او من اداره المدرسه نفسها، فهتلاقيهم مع الوقت بداوا يستسلموا للوضع وبداوا ان هم ياخدوا عليه ويمشوا دنيتهم خلاص. فلما تحط كل دول جنب بعض هتلاقي ان البيئه العشوائيه دي مش طالعه من العدم، كل حاجه بتؤدي لوجود بيئه فوضويه، كل حاجه عشوائيه لدرجه كبيره، وكل حاجه مترابطه بحاجات كتير قوي. وللاسف الكلام ده واقعي، والمخرج هنا ما جابش حاجه من دماغه، وده اللي هيخلي المشاهد نفسه حاسس بالعجز لانه اكيد شاف ده قبل كده. عشان كده محاوله هنري في الاول انه يحاول يصلح من سلوكهم كانت عامله اكنك بتزرع ورده في ارض بور. يمكن هنري مع الوقت عرف انه غير من ده شويه، الا ان ده مش معناه ان الفوضى مش هتستمر، الدايره عماله بتلف ومش هيجي سوبر هيرو يصلح الوضع، لان ببساطه هو ده الواقع.
علاقة هنري وإيريكا في الفيلم كانت من أكتر الخطوط الدرامية الإنسانية في الفيلم. إيريكا كانت بنت مشردة في عالم مش مديها أي فرصة. إيريكا عايشة في الشارع، مكان قاسي وصعب وسبب أساسي للفوضى، مكان ما فيهوش لا أمان ولا حب ولا خوف عليها. هنري لما شافها تاني مرة ما حسش إنها مجرد فتاة ليل، حس إنه شاف بنت محطمة الحياة خلتها تاخد منعطف زي ده. شاف فيها بالظبط نفسه بعد انتحار أمه لما اتساب لوحده. مساعدة هنري إيريكا ما كانتش مجرد شفقة وبس، دي كانت محاولة منه إنه ما يخليهاش تعيش نفس التجربة اللي هو عاشها، كأنه عايز يعيد بناء جزء مكسور منه هو شخصيا. تصرفات إيريكا نفسها تدل على إنها مش بتدور على حاجة غير الأمان والدفء. بيت هنري كان بالنسبة لإيريكا كان زي الملاذ، ملجأ مؤقت من العالم المؤذي اللي بره، العالم اللي بيأذي كل واحد فيهم لكن بطريقة مختلفة. البيت زي المساحة الصغيرة اللي هما بيحاولوا فيها إن هما يعيدوا بناء نفسهم. إيريكا بتنام لأول مرة على سرير بدل الشارع، وهنري بيحس لأول مرة إن له معنى حقيقي. كل تصرف بسيط بينهم، سواء وجبة أكل أو نظرة أو كلمة، كل ده بيعيد تعريف مصطلح الإنسانية جوه هنري، شخص بيحاول ينقذ بنت عشان يعوض فشله في إنقاذ نفسه. الفيلم استخدم العلاقة دي مش بس كعنصر درامي، لكن كرمز لفكرة إن الإنسان ممكن يكون منفصل عن العالم بس يفضل جواه شرارة صغيرة لسه قادرة إنها تحب وتحن. إيريكا كانت زي الشرارة دي في حياة هنري، زي شعاع ضوء ضعيف بيحاول يشق طريقه في وسط العتمة. نهاية علاقة هنري وإيريكا كانت مؤلمة، لكنها كانت لازم تكون كده. الفيلم من أوله بيقول لنا إن العالم ده مش بيكافئ الطيبين ولا بيدي نهاية عادلة لأي حد. لما الشرطة جت تاخد إيريكا من بيت هنري، ده كان نهاية الوهم اللي هنري حاول يعيش نفسه فيه. هنري شخص بيخاف من المسؤولية وعايز دايما يكون منفصل عن العالم، والحقيقة هنا إن الواحد مهما حاول ينعزل عن العالم في الآخر هيلاقي نفسه كسر العزلة دي. إيريكا خرجت من حياة هنري بنفس السرعة اللي دخلت بيها، لكن سابت جواه أثر كبير. كانت عاملة زي المراية اللي خلته يشوف نفسه بصورة أوضح، خليته يشوف ان هو مش بيراقب حياه الناس من بعيد بس، لا ده جزء منها، وعرف انه يغير حياه شخص زي إيريكا. اثبتت له انه شخص زي الناس الكتير اللي عايشين في الدنيا، بيحس وبيزعل وبيفرح ومش منفصل عنهم. اما هي فكانت نهايتها غامضه ورمزيه في نفس الوقت. الفيلم ما قالش بشكل واضح هي ضاعت ولا نجت، لان إيريكا مش بتمثل نفسها بس، هي بتمثل جيل كامل تايه وضايع في الشوارع. وفي الفيلم كتير شبهها بيكونوا موجودين في مدرسه هنري، كلهم في نفس النقطه السوداء. وفي منهم المحظوظ زي إيريكا اللي لقت حد ينقذها، وفي منهم اللي مش هيلاقي حد يحسسه بالامان وهيضيع وسط المجتمع. بشكل ما الفيلم بيقول لك مش كل الناس بتعيش عشان تنجو، في ناس بتعيش عشان تحاول، وعلاقة هنري وإيريكا كانت هي المحاولة دي. زي ما اتكلمنا في الفيديو عن عقلية الطلاب اللي في الفيلم، في شخصية هتلفت نظرك باختلافها عنهم، وهي شخصية ميردس، الطالبة الشاطرة الحساسة شوية، وبيكون عندها موهبة حقيقية في التصوير والتخيل، لكن في وسط فوضى المدرسة أو البيت كل ده أكنه لا شيء. ميردس من اللحظة الأولى هتعرف إنها بتعاني من ضغط كبير، ضغط سواء من المدرسة أو التنمر اللي بتعاني منه، أو ضغط من بيتها وأبوها اللي مش مقدر موهبتها الحقيقية وشايف إن كل ده ملوش قيمة. ميردس هي عنصر أساسي في الفيلم بيزود الكآبة والرمادية، والشارع البريء هتلاحظ إنه في تعب أكبر من سنها، وده بيدل إن في الجيل ده في شباب فقدوا البراءة من غير ما يحسوا. ميردس زي ما بنشوف هي رمز لشخص حاسس ان مفيش حد بيسمعه، لا هي مش حاسه، هي متاكده من ده. بتعبر عن ده في الرسم او التصوير او الكتابه، بس كل ده زي ما بنقول بيضيع في الزحمه، وده اللي بيخلي علاقتها بهنري مختلفه عن اي حد، لانها لقت شخص مكسور ومحطم زيها. الكاميرا اللي بتستخدمها ميردس هي مش مجرد هوايه، هي رمز المحاوله ليها انها تشوف العالم بنظره مختلفه، كانها بتحاول تبروز لحظات جميله وتحولها لحاجات تثبت فيها ان الحياه لسه جميله. بس المأساة هنا ان كل المحاولات دي بتفشل، ويمكن الفيلم هنا بروز حاجه اساسيه في المجتمع، ان ميردس رمز الحقيقه اللي المجتمع خايف يواجهها، ان في جيل كامل بيتألم في صمت، جيل ضايع بين بيت ما فيهوش هدوء وثقه ومدرسه مفككه مليانه فوضى، في اللي بيختار طريق يمشي فيه مع المجتمع وسلوكه ينحدر، وفي اللي بيحاول ينقذ نفسه بنفسه واحتماليه انه يقع كبيره. ده اللي بيخلي ميردس هي جزء من شخصيه او اشخاص كتير جدا في المجتمع. دور ميردس في الفيلم مش بس دور ثانوي او شخصيه جانبيه، هي في الحقيقه هي المرايه العاطفيه الرمزيه اللي بينعكس عليها كل وجع الفيلم. وجودها في الفيلم مش صدفه، هي بتمثل الجانب الانساني الاضعف اللي بيكشف قسوه العالم من غير ما يتكلم كتير. من اول زورها هتحس ان المخرج بيقدمها كصوت داخلي للفيلم، صوت الحزن والعزله والاحتياج للحب. هي مش مجرد طالبه مكتئبه، لكنها صوره مصغره من كل شخص بيدور على معنى وسط فوضى الحياه. ميردس كانت ضحيه تنمر مستمر سواء من المدرسه او براها، زمايلها كانوا بيستهزئوا بيها ويعاملوها كانها غريبه، والمدرسين تجاهلوا وجعها كانه مش موجود، وحتى ابوها وعيلتها تنمروا عليها وقللوا من فنها. التنمر ده بالنسبه لها ما كانش مجرد كلمات جارحه، كان احساس دائم انها مش مرغوب فيها وانها مش كفايه. الضغط ده هو اللي خلاها تنسحب اكتر جوه نفسها وتعيش في عزله كامله عن العالم اللي مرحمهاش. انتحار ميردس ما كانش لحظه ضعف، كانت نهايه منطقيه لمسار طويل من الوحده والتجاهل. كل ده جه بعد تراكمات كتير جدا في حياتها، المدرسه والبيت والمجتمع، مفيش مكان من دول احتواها، مفيش شخص شافها بجد. كانت حساسه زياده عن اللزوم، والحساسيه في عالم زي ده بتتحول لعقاب. التنمر اللي كانت بتتعرض له خلاها تصدق انها اقل من الباقي، وغياب الحب والاهتمام من البيت او الاسره خلاها تفقد احساس انها تستحق الحنان والاهتمام ده اصلا. كل ده كون جواها احساس عميق بالفراغ،
مش فراغ مادي لكنه فراغ وجودي، والفراغ الوجودي هي انها تقعد تسال نفسها سؤال دايم: ليه انا هنا وايه فايده وجودي؟ ولما ما لقيتش اجابه لكل ده اختارت انها تمشي في هدوء. حتى كلامها مع هنري رغم انه كان صادق الا انه ما قدرش يملى الفجوه اللي جواها، وكان شبهها في الالم بس مش الشخص اللي هينقذها، او يعني كان عارف ينقذ نفسه اولى يعني. بس المهم ان ده اهم جزء في قصتها، ان الفيلم ما قدمش الانتحار كقرار جه في لحظه، لكن كان هي حتميه لشخص ما لقاش اي معنى يعيش عشانه. رمزيا انتحارها هو اللحظه اللي بينهار فيها وهم الاصلاح. هي بتكشف ان الوجع مش في شخص واحد لكن في نظام كامل مفكك عن بعضه. موتها بيحول الفيلم من قصه عن التعليم او المدرسه لقصه عن الانسانيه نفسها. وفي النهايه ميرديس ما بتموتش بس كفرد، هي بتموت كرمز الامل البسيط اللي العالم نسيه، وده طبعا اللي بيزود عمق الفيلم وحزنه وبيخلي تاثيره يزيد جواك. نهاية الفيلم مش نهاية تقليدية، هي مش لحظة حسم أو حل، بالعكس هي لحظات استسلام هادية للحقيقة، حقيقة إن مفيش إنقاذ كامل وإن الوجع جزء من الحياة نفسها. بعد انتحار ميرديس بنشوف هنري في حالة صمت تام، بيبان إن النهاية دي مفيش أي انهيار بس في نظرة إنسان فقد آخر خيط بينه وبين الأمل. المشهد ده بيختصر كل حاجة مر بيها، هو حاول يساعد وحاول إنه يكون موجود لكن في الآخر اكتشف إن الحزن أوسع من قدرته. في آخر المشهد هنري بيقف في الفصل وبيقرا من رواية ذا فول أوف هاوس أوف أشر، الكلمات عن بيت بيقع ببطء لحد ما بيختفي في الأرض. المشهد ده رمزي جدا، البيت هنا مش مبنى لكنه رمز الإنسان، للروح اللي بتنهار من جواه بصمت. كأن هنري بيقرا عن نفسه وعن ميرس وعن كل الناس اللي فقدت المعنى. من مشاهد النهاية المؤثرة هو المشهد ده. I realized something today. I'm a non-person, Sarah. You shouldn't be here. I'm not here. You may see me, but I'm hollow. هو ما كانش بيتكلم مجازا، هو كان بيقول الحقيقة زي ما هي. في اللحظة دي بنحس ان هنري مش بيتكلم عن اكتئاب مؤقت او تعب نفسي، هو بيتكلم عن الفراغ الوجودي اللي جواه اللي خلاه يعيش حياته كلها كأنه ظل مش انسان حقيقي. كلامه هنا ليه رمز رهيب، لان هو مش بيقول ان هو مكسور لان الكسور ممكن تتصلح، لا هو بيقول ان هو فاضي من جوه، كأن كل المشاعر المفروض تخليه يحس او يتفاعل اختفت ببطء. الجميل في المشهد المخرج ما استخدمش موسيقى درامية ولا اي مؤثرات، ساب الكلمات بتاعته وهي اللي توجع او هي اللي تأثر فيك، وساب برضه وش هنري اللي بيحكي ألف قصة من غير ما يقول كلام كتير. بتشوف في عينه شخص عاش كتير وسط الألم لحد ما بطل يحس بيه وبقى زيه زي الهوا. وسال اللي كانت واقفة جنبه وقتها كانت بتحاول تقرب تشوف انسان من ورا الهدوء الغريب ده، لكن الجمله دي كانت بمثابه جدار فاصل مش بس بينه وبينها لكن بينه وبين اي محاوله للعلاقه او التفاهم. في السياق الرمزي جمله انا مش هنا معناها انه فقد ذاته من كتر ما شاف انهيار في العالم اللي حواليه، المدرسه الفوضويه، الطلبه الضايعين، الاباء اللي غايبين عن ولادهم، اللي منهم برضه امه اللي انتحرت وسابته في سن صغير جدا. الجمله دي بتلخص الفيلم كله، لان ببساطه الفيلم مش بيتكلم عن انفصالك من الناس بس، ده كمان انفصالك من نفسك، وكل ده بيحصل لك لما تحس انك خلاص انهارت ومبقتش قادر انك تتحمل. وفي اخر مشهد في الفيلم بنشوف هنري بيقرا كتاب وسط المدرسه، بس المدرسه كانت مهجوره، المدرسه اللي كانت فوضى ومشاكل بقت صامته تماما زي روح هنري. المشهد ده بيأكد ان رحله هنري انتهت بالرجوع لنقطه الصفر، لنفس حاله الانفصال والوحده اللي بدأ بيها الفيلم. المشهد ده بيسيبك باحساس عميق باليأس وبيخليك تفهم ليه ديتاشمنت فعلا ممكن يكون احسن فيلم ممكن تشوفه، لانه بيوريك هزيمه الروح في عالم ما فيهوش اي فرصه للنجاه الحقيقيه. المشهد ده بيأكد رساله الفيلم وبيكون نهايه مثاليه لفيلم زي ده. في النهاية ديتاشمنت مش بس فيلم عن اليأس، هو فيلم عن الحزن كحقيقة من حقائق الوجود. المخرج ما كانش عايز يخلينا نكتئب، هو بس كان عايز يخلينا نشوف شكل الحزن لما بيتحول لجزء من الحياة اليومية. ديتاشمنت مش بس فيلم عن مدرس ضايع ولا عن طلاب مش لاقيين نفسهم، هو فيلم عننا كلنا، عن الوجع اللي كل واحد فينا شايله جواه. الفيلم بيورينا ان الحزن مش ضعف وان الانفصال مش دايما هروب، اوقات بتبقى طريقه جسدنا بيحاول يعيش بيها وسط العالم اللي فقد الاحساس. لكن في الاخر لما هنري قرر يرجع، قرر يحس حتى لو لحظه واحده بس، اللحظه دي كانت معنى الحياه كلها. لان في الحقيقه احنا مش محتاجين نكون كاملين، احنا بس محتاجين نكون موجودين، نحس ببعض ونسمع لبعض، ويمكن نلاقي في الوجع ده شكل صغير من اشكال النجاه. ديتاشمنت فيلم حزين وكئيب لكن بنحاول نطلع منه برساله تفيدنا. كل شخص في الفيلم الفوضى كانت حواليهم لكن الفوضى الاكبر كانت جواهم، وان كلهم كانوا بيحاولوا يدوروا على معنى، الا ان في الاخر الحزن هو اللي كان بيجمعهم.